قد ايه البخل ده حاجه وحشه قوي. اول ما بعرف ان فلان ده بخيل بطلع اجري وابعد عنه. اصل البخل ده مش بس بخل فلوس، ده بخل مشاعر. البخيل ده بيبقى بخيل حتى بالكلمه الطيبه، شايف ان هو لما يحب حد ده كتير عليه، يدعي لحد دعوه حلوه دي حاجه مش مفروض يديها له ولا يعملها له. حتى الكلمه الطيبه صعبة قوي عليه. البخيل ده انا بشوفه بيبقى صعب جدا مع مراته مع اولاده، لان مش بس بيعانوا من بخل الفلوس، ده بيعانوا كمان من بخل المشاعر. بخيل انه يقول لابنه كلمة حلوة، انه يشجع ابنه على رياضة بيحبها. بخيل انه يقول لبنته كلمة حلوة او يشجعها على هواية بتحبها. بخيل انه يقول لمراته كلمة شكر على اي حاجة بتقدمها له. وهنروح بعيد ليه؟ انا عايز احكي لكم قصة سمعتها زمان عن واحد اسمه خليل البخيل. خليل البخيل ده الناس كلها كانت تبعد عنه من كتر بخله. كان بخيل جدا مع اولاده ومع مراته، حتى الكلمة الحلوة ما يقولهاش لمراته ابدا، الدعوة الحلوة ما يقولهاش لاي حد. ابنه يستكتر عليه ان هو يشجعه حتى بكلمه حلوه، ولما حد يجي يطلب منه فلوس يقول له اوعى تجيب لي السيره دي، السيره دي بتعصبني، بتركبني 100 عفريت، خليك بعيد عني. لدرجه ان في شحات وقفوا في الشارع مره بيقول له انا عايزك تدعي لي. قال له الدعوه دي غاليه قوي، انا اوفرها لنفسي احسن. انا متاكد ان الراجل ده لو كان طلع له جن حتى ما كانش هيصرفه، هيستكتر عليه. مع الوقت ولاده ابتدوا يكبروا وطلباتهم ابتدت تزيد، وهو كان بيقابل كل ده دايما بالرفض، لحد ما ابنه كبر وبقى على وش جواز، وجي قال له يا بابا انا عايز اتجوز. قال له لما يبقى معاك فلوس وقادر تتجوز ابقى روح اتجوز، انا ماليش دعوه بالكلام ده. قال له امال انت كنت دايما تقول لي ان انا بشيل لك الفلوس عشان اعمل لك حاجه للزمن. قال له لسه الوقت ده ما جاش، لما يبقى معاك الفلوس ابقى روح اتجوز. ابنه خد الكلام وسكت، وطبعا زعل. مرت الايام والسنين، ابنه كبر واشتغل واتجوز وفتح بيت بعيد عنه، زي ما كل حاجه بعدت عنه. كل الناس بعدوا من حواليه، حتى مراته سابت له البيت ومشيت. مع الوقت الراجل ده صحته ابتدت تتعب. اهل الخير راحوا لاولاده ولمراته قالوا لهم خدوا بالكم الراجل ده تعبان ولازم تيجوا تسالوا عليه. ابنه راح له علشان يسال عليه، قال له انت جاي تتشفى فيا؟ انت جاي تشوفني وانا بموت؟ وخد بالك انا مش هموت، وقاعد على قلبك وهتمتع بفلوسي ومش هسيب لكم فلوسي خالص. قال له يا بابا انا جاي اسال عليك، انا مش عايز اي حاجه، انا عايز اسال عليك واطمن عليك. مرت الايام، الراجل ابتدى يحس ان هو تعبان وكل يوم بيتعب اكتر من اللي قبله. خد قرار بينه وبين نفسه ان هو يفتح الخزنه بتاعته ويحرق كل الفلوس اللي فيها، عشان مش عايز اي حد يتمتع بالفلوس اللي هو سابها دي. وفي يوم من الايام ابنه دخل عليه شم ريحه شياط في البيت. قال له ايه ده يا بابا؟ ايه اللي انت عملته ده؟ قال له حرقت كل فلوسي عشان ما حدش فيكم يتمتع بيها، انا بس اللي من حق اتمتع بالفلوس دي، وبعد ما اموت مفيش اي حد من حقه يتمتع بالفلوس دي. انا مش عارف البخل هل للدرجه دي فعلا؟ يعني هو حتى بعد ما يموت مش هين عليه ان اولاده يتمتعوا بفلوسه؟ انا بشوف ان اكبر ازمه عند البخيل ان هو مش شايف انه بخيل، هو شايف انه حريص، حريص في كل حاجه، بيدبر لبكره والبعده والبعده، ومش عايز يعيش اليوم بيوم ولا حتى يمتع اللي حواليه باي حاجه. وفي الاخر مش هنفتكر مين كان غني ومين كان فقير، هنفتكر حاجة واحدة بس، مين كان فعلا أثره طيب وسايب سيرة حلوة بين الناس. في آخر الحلقة بقى عايز أسأل سؤال، تفتكر لو جه حد طلب منك مساعدة وانت ساعدته، تفتكر انت اللي محتاجه ولا هو اللي محتاجك؟